أطلقت الصحافة على الأغنية اسم لقاء السحاب، جمعت قطبي الموسيقى العربية أم كلثوم وعبد الوهاب. جاءت بعد خلاف طويل بينهما، ظهرت للعلن بقرار جمهوري. غنتها أم كلثوم وهي صائمة، وقرأ عبد الوهاب الفاتحة 30 مرة قبل أن تغنيها أنت عمري. القصة الخفية. أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي كان لدى الصحافة المصرية سؤال واحد: لماذا لا يجتمع عبد الوهاب وأم كلثوم في أغنية واحدة؟ عدة إجابات ردت على هذا التساؤل. أكثرها انتشارا كان يتحدث عن خلاف بين الطرفين بدأ العام 1942 حين نشرت أم كلثوم مقالا تحدثت فيه عن محاولة لعبد الوهاب لتأسيس نقابة للموسيقيين آنذاك، وكان ينوي الاستئثار برئاستها، ما استدعى ردا من عبد الوهاب في مقال آخر نشره بعد أيام من تصريحات أم كلثوم. وهكذا اشتعل خلاف بين الطرفين استمر قرابة 20 عاما. حدثت خلالها ثورة في مصر، ووصل عبد الناصر للحكم، وكان من المعجبين بصوت أم كلثوم وألحان عبد الوهاب. وحدث في العام 1958 أن عرض الشاعر أحمد شفيق كامل قصيدة على عبد الوهاب. راح الموسيقار يلحنها حتى أنه سجلها بصوته، حملت اسم أنت عمري. قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا. واستمر بالعمل عليها 5 سنوات حتى جاء العام 1963، وفي احتفال بأعياد الثورة حضره عبد الناصر وعدد من الفنانين المصريين، من بينهم كان عبد الوهاب وأم كلثوم، فجمعهما وطلب منهما أن ينزلا عند رغبة الجمهور ويجتمعا في عمل فني واحد. الأمر الذي كسر الجليد بين النجمين آنذاك، ولم يعرف عبد الوهاب في ذلك الوقت ماذا سيعرض على أم كلثوم، فكوكب الشرق عرف عنها اختياراتها الحذرة وصعوبة إرضائها، فاقترح عليه أحمد شفيق كامل أن يعرض عليها أغنية أنت عمري، فتخوف الموسيقار عبد الوهاب أكثر لعلمه أن أم كلثوم ترفض رفضا قاطعا غناء أي كلمات لم تكتب لها. فأقنع شفيق عبد الوهاب أن يبقى الأمر سرا بينهما، وأن لا يخبر أحدا أن الأغنية كتبت لعبد الوهاب. وبعد محاولات عديدة اقتنع عبد الوهاب، وعرض شفيق الأغنية على أم كلثوم ووافقت عليها، حتى أنها حين اكتمل تلحينها كانت السيدة صائمة هي وفرقتها، ومع ذلك دخلت الاستوديو لتسجيلها من الساعة 10 صباحا، ولم تخرج إلا عندما أكملت تسجيلها في 10 مساء، ورفضت أن تتناول هي وفريقها طعام الإفطار حتى إنجاز المهمة. وحين تقرر عرض الأغنية أمام الجمهور العام 1964 وبحضور عبد الناصر، ظلت المخاوف تراود عبد الوهاب بأن الأغنية الأولى له قد لا تلقى إعجاب الجمهور، وقيل أنه قرأ قبل بدء الحفل الفاتحة أكثر من 30 مرة، ورفض الصعود على المسرح حتى سمع تصفيق الجمهور الحار ابتهاجا باللحن وأداء السيدة أم كلثوم، لتكون أغنية أنت عمري بداية تعاون بين عملاقين من عمالقة الغناء العربي سيثمر لاحقا عن أجمل ما غنت كوكب الشرق، فقد لحن لها موسيقار الأجيال فيما بعد عددا من الأغنيات الخالدة، منها دارت الأيام وأغدا ألقاك وأمل حياتي وغيرها مما سيثري ما عرف بزمن الفن الجميل.